اللوحة التي بعدها التي أمامنا نرى فيها العكس، دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال. دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال. لاحظوا أيها الإخوة اللوحة التي أمامنا، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في فعل تسقط همزة الوصل خطا ولفظا. يعني عندي مثلا فعل افترى، افترى يفتري، هذا فعل ماضي. لو أردنا أن نستفهم فنقول افترى، افترى، هذا الأصل. لكن العرب لا تفعل ذلك. العرب تسقط همزة الوصل لو أدخلوا همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة. خلوا ببالكم دائما همزة الاستفهام همزة قطع مفتوحة. لو أدخلوها على فعل أوله همزة وصل يقولون أفترى. إذن كيف أعرف لما يأتيني فعل أوله همزة، كيف أعرف هذه الهمزة هل هي همزة قطع ولا همزة وصل؟ الأفعال همزات الوصل في أولها إما مضمومة أو مكسورة. مر معنا في الدرس الماضي وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح. همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين الضم والكسر ولا تكون مفتوحة أبدا. فإن رأينا فعلا أوله همزة مفتوحة فلنعلم أنها طبعا فعل مثل الأفعال التي بين يدينا فلنعلم أن هذه الهمزة همزة استفهام. أفترى على الله كذبا أم به جنة، واضح أن هذا استفهام. لو لم يكن استفهام لكانت افترى. استكبرت أم كنت من العالين، هذه الهمزة استكبرت همزة استفهام. كيف عرفنا؟ لو لم تكن همزة استفهام لكانت استكبرت. فلما رأيناها استكبرت علمنا أنها همزة استفهام. أصطفى البنات على البنين، قال الله عز وجل أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أصطفى، لو كانت هذه الهمزة ليست همزة استفهام لكانت اصطفى مكسورة، لأن همزة الوصل في الأفعال إما مضمومة أو مكسورة. فإن رأينا فعلا كالأفعال التي ذكرتها أوله همزة مفتوحة فلنعلم أن هذه الهمزة همزة استفهام وأنها همزة قطع. نعود إلى اللوحة بارك الله فيكم ونقرأ: دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في فعل تسقط همزة الوصل خطا ولفظا. نحو زائد افترى تصبح أفترى، زائد استكبرت تصبح استكبرت، اطلع تصبح اطلع، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، اصطفى تصبح اصطفى. إذن هكذا عرفنا ما هو الحل إن دخلت همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال.